في خطوة تعكس توقعات إيجابية على صعيد إنعاش الحركة السياحية بعد سنوات من التحديات المتلاحقة، افتتح موسم صيف 2025 بمبادرة من أشوف الوجهة وبحضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وزير الزراعة نزار هاني، السيدة نورة جنبلاط، نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتورة حبوب عون، وعضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، بمشاركة فعاليات سياسية واجتماعية. انطلاقة الموسم الحالي تشهد تنوعا في البرامج السياحية لاستقطاب السياح وإعادة الزخم الاقتصادي، بما يشكل تنمية مستدامة للمناطق السياحية على مستوى الوطن عموما والشوف خصوصا. نرحب بكم اليوم في حفل افتتاح صيف 2025 التي تنظمه الشوف الوجهة Destination شوف. هذه المبادرة التي باتت عنوانا للسياحة المستدامة في قضاء الشوف. إنه تتويج اليوم بدأ صباحا في أعالي غابات الأرز مع المشاة الهايكرز، جالوا فيه على قرى متنوعة تشكل النسيج الغني الذي يميز الشوف، وصولا إلى الدامور، إلى بار الدامور، حيث البوابة الساحلية الخضراء للقضاء. الشوف الوجهة السياحية الجامعة بين الطبيعة الساحرة والتراث الثقافي الغني، في تجربة فريدة تحاكي تطلعات المجتمع المحلي في إطار الإنماء المتوازن بين المناطق.